من بداية المباراة، والنتيجة ما زالت التعادل السلبي. ولتمرير أمامية، المساحات واللي حضرت موسى تشولي في نص الملعب. تعود الكرة لعيسى حسين علي موبوجو، حسين موبوجو، إدريس قاسم في مركز الجناح الأيسر. ولذلك المنتخب المصري تألق في المباراة الماضية أمام كوت ديفوار. هدفين كان الخالد مختار راس الحربة، وبشير سجل هدف، وزياد سعودي البديل اللي سجل هدف في مباراة كوت ديفوار. وطبعا زياد سعودي كمان سجل هدف في مباراة المغرب اللي خسر منتخب مصر فيها 2-1. كان زياد في الجبهة اليمنى. نصف ساعة مشارين مرت من شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي ما زال قائم. مصر تطول الكورة، لعيب متميز جدا صاحب ال 15 رزاق جمعه، لعيب كويس قوي. رزاق بيعدي من واحد والتاني، لكن برافو عمر فوده، لكن ضغط عالي من منتخب تنزانيا. بداوا يمسكوا الكوره زي ما قلت، وده دليل على ان بصراحه كابتن حسين عبد اللطيف يدير الفريق بحياديه تامه بدون طبعا مجاملات، وهذا امر طبيعي تماما. ودي عرقله وفاول. واقول لحضراتكم الانطلاقات والسيطره الميدانيه تحولت لمنتخب تنزانيا، والالتحامات البدنيه اصبحت للمنتخب التنزاني، والكره الثانيه من صالح المنتخب التنزاني، دليل على ان المنتخب المصري يعاني من اجهاد بدني حاليا. بدا المباراه بشكل جيد في الربع ساعه الاولى، لكن بدات السيطره الميدانيه تذهب رزاق، ودي تصويبه تصطدم تترد. عنده هدفين في البطوله يا جماعه، لعيب كويس جدا. بوجا مرة تانية، هجمة انطلاقة لصالح تنزانيا خطيرة في منطقة الجزاء. ودي بوجا عرضية خطيرة في منطقة الجزاء. محاولات المنتخب التنزاني خطيرة والله بدنيا المنتخب في الالتحامات، في يعني الافتكاك الكرة هم الأفضل حتى الآن. ودي انطلاقة أمامية ومحاولة في